قصة اختطاف كذبها البوليس والتمن كان كبير. القصة بدأت في جزيرة في سان فرانسيسكو سنة 2015. كان بيعيش هناك إيرين كوين. إيرين في وقتها كان عنده 30 سنة، شاب رياضي وناجح، بيشتغل أخصائي علاج طبيعي في مستشفى وعايش في بيت جميل في منطقة راقية وهادية. إيرين كان خاطب وانفصل عن خطيبته بسبب خيانتها، وبعدها بحوالي 8 شهور ارتبط بزميلته في نفس القسم في المستشفى، دينيس هوسكن. وفي يوم 23 مارس الساعة 1 الظهر اتصل إيرين بالبوليس يستنجد بيهم. قال لهم إن الساعة 3 الصبح هجم ناس على البيت عنده وسرقوه وخطفوا دينيس. وصل البوليس وعينوا البيت وبدأوا يستجوبوا إيرين عشان يعرفوا اللي حصل، وحكى لهم إنهم بعد ما تعشوا ودخلوا يناموا صحيوا الساعة 3 الصبح على ضوء كشاف في وشهم، ولقوا شخص غريب لابس اسود من راسه لغاية رجليه وبيندهوا باسمه. الشخص ده كان بيهددهم بمسدس وخلاهم يلبسوا نظارات سباحة متغمقة بشرايط سودا. وإيرين قال إنه متأكد إنه قبل ما يلبسها شاف رجلين شخص تاني معاه. المهم إن الشخص ده أجبرهم ينزلوا المطبخ وحط سماعات في ودن إيرين محطوط عليها رسالة متسجلة من قبل كده. الرسالة بيقولوله فيها إنهم عارفين كل حاجة عنه وحسابات البنك بتاعه وبيشتغل فين، وإنه هيدوله دلوقتي حاجة مخدرة لازم يشربها وإلا هيحقنوه بيها، والمطلوب منه إنه ما يعديش الخط الأحمر اللي هيرسموه على أرض المطبخ، وإنهم حاطين كاميرا فوق عشان يتأكدوا إنه مش هيتصل بحد ولا هيعدي الخط ده، وإن المطلوب منه إنه يدفع مبلغ معين هيتسحب من البنك بتاعه بعد ما يقولهم كل الأرقام السرية بتاعته، وده عشان خاطر يرجعوله دينيس سليمة. وقال إيرين إنه اداهم الأرقام السرية وشرب المخدر، وصحي تاني يوم لقى جنبه مقص عشان يفك بيه نفسه وطقم من هدومه، وملقاش ولا دينيس ولا عربيته. البوليس سأل إيرين تفتكر مين دول واشمعنى انتوا بالذات؟ إيرين قاله إن الشخص اللي كان موجود كان فاكر إن دينيس هي خطيبتي الأولانية، واستغرب لما لقاها دينيس، وكمان إن الشخص ده عارف كويس هو بيعمل إيه. قبل ما يمشي بالعربية بتاعته اتأكد إنه مش عامل تتبع للعربية على الموبايل بتاعه، وبعدين سابله الموبايل وخد العربية ودينيس ومشي. البوليس بدأ يشك في إيرين لأن كان عندهم علامات استفهام كتير، منها ان هم اول ما دخلوا يعاينوا البيت شموا ريحة منظفات قوية وشكوا ان هو لسه منظف وانه بوظ مسرح الجريمة. وتاني حاجة نقطة دم صغيرة جدا لقوها على السرير، وكمان انه كلم البوليس بعد مرور 10 ساعات من اختفاء دينيس، كل ده كان متخدر. ورابع حاجة انه كلم اخوه قبل ما يكلم البوليس، ده غير ان التليفون بتاعه موجود معاه ما اتاخدش منه ولا حاجة. إيرين أنكر وقال لهم إنه ما كانش عارف يفوق من تأثير المخدر، وإنه كان بيصحى وينام تاني وما عندوش توازن، وإنه كلم أخوه في الأول لأنه كان مرتبك، وكمان أخوه بيشتغل في الشرطة. بدأوا يدوروا على دينيس والتحقيق معاه لسه شغال. سألوه إذا كان حصل بينهم أي خلاف ليلة الحادثة، حكى لهم إنه حصل خلاف بسيط وإنهم حلوه قبل ما يناموا. المحقق اللي كان شاكك فيه بدأ يضغط عليه واتهمه انه كان بيخونها وان هي اكتشفت وحصل بينهم خناقة كبيرة، فقال له ان ده ما حصلش، لكن هي كانت دايما بتتهمه انه لسه بيحب خطيبته القديمة، وان في ليلة الحادثة هي شكت فيه اكتر ومسكت التليفون عشان تشوف فيه اي دليل على ان هما بيكلموا بعض. والحقيقة ان هي فعلا لقت رسالة منه بيقول لخطيبته القديمة انه حابب يرجع يسأل عليها تاني، وحكى ان هو قالها انه مش هيرجع لخطيبته تاني وان هما اتصالحوا والموضوع انتهى. بس البوليس افترض ان الخناقة كبرت واتهموه انه ممكن يكون اذاها غصب عنه، يعني حصلت حادثة مثلا. عرضوه على جهاز كشف الكذب ونجح في الاختبار، لكن البوليس متأكد انه ليه علاقة بالموضوع، وهما بيدوروا على جثة دينيس. وقبل ما يكملوا التحقيق معاه حصلت مفاجأة. صحيوا تاني يوم الصبح على ايميل مبعوث لرئيس المباحث، جواه رسالة صوتية بصوت دينيس بتقول فيها ان هي عايشة وبخير ومخطوفة. وعشان تديهم دليل ان الرسالة حديثة، قالت لهم خبر عن حادثة طيارة منتشر في كل الصحف في اليوم ده. الإيميل كان مبعوث من إيميل إيرين نفسه اللي متسيطر عليه من الخاطف،
وكمان لقوا العربية بتاعته بس ما لقوش فيها أي دليل على أي حاجة. وأخيرا البوليس اقتنع ببراءة إيرين وسابوه، وبدأوا يوعدوا الناس إن هم في أقرب فرصة هيلاقوا دينيس بخير وهيرجعوها. In partnership with the other law enforcement agencies, we're doing everything that we can and then some to ensure her safe return. That search continues for the Vallejo woman who disappeared yesterday. Police say 29-year-old Denise Huskins was possibly kidnapped for ransom. ما فاتش 24 ساعة ويوم 25 مارس الصبح صحيت البلد كلها على مفاجأة جديدة. دينيس نفسها ظهرت وموجودة ببيت مامتها. Woman's family has been saying all morning long that she is alive and well down in Huntington Beach where her parents live. Here is the picture of the woman we've been. دينيس بدأت تحكي للبوليس إن اللي خاطفينها سابوها جنب بيت أهلها بعد ما عرفوا العنوان من رخصة السواقة بتاعتها، وإن هي كانت إيديها مربوطة قدرت تفكها ومشيت لغاية ما لقت جنايني طلبت منه إنها تستخدم التليفون بتاعه واتصلت بالبوليس وبأهلها. لما وصل البوليس لقوا ان دينيس هادية جدا وان هي لابسة طقم غير اللي اتخطفت بيه ومعاها المحفظة بتاعتها. لما سألوها قالت لهم ان اللي خطفوها كانوا عارفين حاجتها وهم اللي جابوا الحاجات دي معاها، وحكت ان ليلتها خطفوها تحت تهديد المسدس في عربية إيرين، وكانت على عينيها نظارات السباحة السوداء اللي فضلت على عينيها طول اليومين ما شافتش اي حاجة، واتاخدت على بيت في مكان هادي وكانوا محضرين لها أكل وشرب كويسين، حتى فرشة السنان كانت متحضرة لها. وقالت دينيس إن هي بتستنتج إن هم تقريبا 4 أشخاص، وسألها البوليس إن كان في حد اعتدى عليها فقالت لأ. You have obviously your purse and your jacket. How did you get that stuff? They brought it with me. They knew that it was my stuff. Did you ever ask him to let you go? I asked him if he was going to hurt me. I asked him if he was going to kill me. وسألها البوليس إن كانت طلبت من اللي خاطفينها يسيبوها، فقالت لهم إن هي بس سألتهم إذا كانوا هيأذوها أو هيقتلوها، فجاوبوها لأ، ليه هنعمل كده؟ المهم البوليس مش مصدقها، وطلع باستنتاج إن القصة كلها مزيفة، ولا كان في سرقة ولا هي كانت مخطوفة. وخرج رئيس المباحث في مؤتمر صحفي كبير وأعلن إنهم اتعرضوا لخدعة كبيرة. مش بس كده، ده هيقاضوا إيرين ودينيس وهيطالبوهم بغرامات وعقوبات، لأنهم ضيعوا وقت وموارد وفلوس من الشرطة في الوقت اللي فيه ضحايا تانية كانت محتاجة لهم وأولى بيهم. واتقلبت الدنيا على دينيس وإيرين. That this woman's kidnap for ransom story is all a hoax. Like Amy Dunn, Denise's kidnapping was all a hoax. Was an orchestrated event and not a kidnapping. Her story started to fall. دينيس أكدت للبوليس إن هي فعلا كانت مخطوفة، وإن هي كمان اتعرضت للاعتداء مرتين، لكن خافت تقول لأن الخاطف مهددها إنه مصورها وإنه هينشر الصور لو اتكلمت، بس محدش صدقها. وفي الوقت اللي متعرض إيرين ودينيس فيه لهجوم كبير، ده غير تهمة بالبلاغ الكاذب وتضييع موارد البوليس، بيوصل إيميل غريب لكل الصحف من الخاطف اللي بيوصف فيه إن هما مجموعة عددهم مش أقل من 2 ومش أكتر من 8، وإن هما بيسرقوا بس الناس المرتاحة ماديا ومتأمنة ومش هتتأذى بسرقتهم. وبيوصف البوليس إنه ظلم إيرين ودينيس بعد ما هما تعرضوا لليلة مرعبة جدا، تخدير وسرقة وخطف، وكانوا مستغربين إزاي البوليس يتهم ضحايا زي دول بالفبركة، وقالوا عن نفسهم إنهم مجموعة صغيرة في السن وطموحة وما بيسيبوش أي دليل وراهم لأنهم مش مستعدين يقضوا بقية عمرهم في السجن. البوليس ما قدرش يوصل للمكان اللي بيتبعت منه الإيميلات. فضلوا إيرين ودينيس عايشين في ضغط كبير، ناس كتير بتتهمهم بالتزييف والخدعة رغم ان ما عندهمش اي دافع يعملوا كده، لكن فضلت الناس والبوليس محاصرينهم شايفين ان قصتهم مزيفة وان مفيش اي دليل على وجودها وان هي مش مقنعة. وفضلت الحقيقة تايهة 3 شهور لغاية ما حصلت المعجزة. في كاليفورنيا صحي زوج وزوجة أعمارهم 60 و55 سنة على ضوء في عينيهم جوه أوضة نومهم وهم نايمين الساعة 3 الصبح، وشخص بيطلب منهم إنهم يقوموا وبيطمنهم على بنتهم اللي عندها 23 سنة واللي نايمة في الأوضة اللي جنبهم إن هي كويسة. وزي ما حكوا دينيس وإيرن اللي حصل لهم، بدأ يطلب منهم إنهم يحطوا إيديهم ورا ظهرهم عشان يربط إيديهم، ولما بدأ بالزوج قاومه واتخانق معاه
وبسرعة مراته جريت على الحمام وقفلت على نفسها واتصلت بالبوليس. They are out there right now. My husband's fighting with them. I just broke loose. I will hide in the bathroom right now. He's run away already. He ran away. Okay, my husband is bleeding. المجرم خاف وجري، بس من لخمته موبايله وقع وهو بيجري، وكان سهل عن طريق الموبايل ان هم يحددوا اسم صاحبه وعنوانه. اول ما وصلوا لقوا قدام البيت عربية متبلغ عن سرقتها، ولما هاجموا بيته لقوا فوضى كبيرة وجواها أدلة كتير، منها نظارات السباحة اللي كان بيسودها بالشرايط السوداء، واللي من ضمنهم نظارة السباحة اللي فيها خصلة من شعر دينيس. ومع الأدلة جوه البيت كان المتهم نفسه ماثيو ميلر. ماثيو بدأ حياته بشكل عادي، درس القانون في الجامعة واتخرج واتجوز، وكان بيدرس القانون في الجامعة وبياخد ميداليات رياضية كتير، بيحب القراية، اتبرع في البحرية، وتقريبا حضر واحدة من الحروب. بعدها وفي سنة 2008 اتشخص بمرض اضطراب ثنائي القطب، والمرض كان عنده بدرجة حادة وكان لازم ياخد أدويته بانتظام، لكن هو ما كانش بياخدها خالص، واتطور عنده المرض لهلاوس سمعية وبصرية. أثبتوا تورطه في أكتر من محاولة خطف واعتداء، غير بلاغات في المنطقة اللي هو عايش فيها من سنة 2014 لسنة 2015، عشرات البلاغات عن شخص بيحاول يتجسس على الناس بالليل من شبابيك البيوت بتاعتهم. بعد 3 شهور قضوهم إيرين ودينيس متهددين بالسجن وبيستخبوا من الصحافة ومتهمين من كل الناس بالتزوير. ظهرت براءتهم، عملوا لهم مؤتمر صحفي كبير، الشرطة اعتذرت لهم وأعلنت براءتهم 100% من أي تهمة توجهت لهم. For Aaron Quinn, they are absolutely 100% not guilty, but innocent. Alleged mastermind behind a bizarre Northern California kidnapping plot could have even more victims. بس هما ما اكتفوش بالاعتذار، رفعوا قضية على الشرطة وكسبوها واتحكم لهم بتعويض كبير $2.5 مليون، رغم ان المتهم اتحكم عليه بعدد سنين كبير، 40 سنة بتهمة الخطف و20 سنة الاعتداء و10 سنين السرقة. بس في أسئلة فضلت لغز لغاية دلوقتي لأنه رفض يجاوب عليها، زي مثلا لما سألوه ليه كنت فاكر ان اللي مع إيرين خطيبته الأولانية وتعرفهم منين، ولما سألوه مين شركائك لأن دينيس وإيرين أكدوا ان ما كنتش لوحدك. ظهروا في لقاء تلفزيوني وكانوا متأثرين جدا وحكوا الظلم اللي تعرضوا له، وقد ايه او وقت ما كان هو خايف على خطيبته المخطوفة ومسروق ومصدوم، كان متهدد انه هيتسجن وانه ورا قتلها، وان بعد ما ظهرت هي في الوقت اللي كانت متعرضة فيه لاعتداء وتهديد بالقتل ورعب فظيع، كانوا متهمينها بالتزييف وتأليف القصة، ومطلوب منها تطلع تعتذر وتدفع تعويض وتتسجن. وانتهت القضية، والمرة دي النهاية كانت سعيدة للضحايا. إيرين ودينيس أعلنوا ميعاد فرحهم وقبضوا التعويض الكبير، وبعد مرور 7 سنين هم متجوزين وعايشين مع بنتهم في هدوء.